الحمد لله لاباس. شو احوال الدنيا؟ كل شيء الحمد لله لاباس. jusqu'à maintenant presque 22 يوم تصوير. جو حلو ياسر. برشا مفاجآت في الجزء هذايا. الحمد لله عملناه ونجح، وبقدرة ربي السنة باش ينجح أكثر إن شاء الله. مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة على الآخر. أما الواحد ما يلزموش معناتها ياخذ الموضوع بجديه زياده على اللزوم، خاطر الجو ديجا في التورناج ياسر دمه خفيف، السيناريو مكتوب بطريقه حلوه ياسر، ليكيب الكل دمهم خفيف، دونك السلاسه في الخدمه هذيك اللي طلع الخدمه حلوه. زهره شنو احوالك؟ هو زهره محلاها ان شاء الله الناس ما يكرهوهاش. والله جوستومون عملناه وحبوني، تفاجأت انا، تخيل الناس باش تكرهني، حبوني، ان شاء الله سنه يكملوا هكا زاد ما يكرهونيش. تفاجأت بالحق، الناس حبوني بالكدا، الناس عرفوني ديريكت. سي فغي كنت نخدم البرا قبل، ما في تونس ما كانش عندي خدمه، دونك عملناه وقت اللي خدمت دنيا اخرى وغبت على تونس فتره ورجعت بريسك بعدها بعام او 9 شهور، لقيت لا فما رياكسيون حلوه ياسر عند الناس حبوا زهره، حبوا دنيا اخرى اون جينيرال، خاطر حبوا صبري زاده، بيرسوناج صبري كريم الغربي، دونك بويسك زهره مع صبري، دونك جاها من الحب بجانب كما يقولوا. مش بالسهل في عمل 15 حلقه ما 13 حلقه باش يوصل عمل للناس وشخصيه توصل للناس. صحيح هو مش سهل وسيت كوم وماهوش طويل، مدته قصيره، ان شاء الله السنه بدات الحلقه تكون اطول من عمناول، وعدد الحلقات ممكن يكون اكثر زاده من عمناول شويه. اما اللي يخلي الناس تحب العمل اون جينيرال هو اولا الممثلين اللي فيه، طريقه الاخراج، النص والسيناريو مهم على الاخر، وخفه الدم والبساطه. يعني انا في نظري البساطه هي العنصر الاساسي في الخدمه. هي اللي صنعت الفارق. فوالا. والعمل زاد قريب من الناس. قريب على الاخر من الناس بالحق. بلهجتنا. كما قلت لك ببساطه معناتها بلغه الشارع. فوالا. اي. وفيه لي كاتيجوري الكل نتاع الناس. كل واحد يلقى روحه في المسلسل هذا. سامية بين مصر وتونس شنو الفرق؟ والله هو فرق كبير من النواحي الكل، فما ايجابيات هوني وايجابيات غادي، سلبيات هوني وسلبيات غادي. بالنسبه لي انا الراحه النفسيه اللي لقيتها في تونس فريمون ما لقيتها في حتى بلاصه. الراحه النفسيه تحس روحك تخدم في بلادك فيها احساس واحد اخر. توا حسيت بالمصريين اللي يخدموا في مصر. بحق، خاطر مهما عملت في مصر ومهما خدمت ديما تبدا غريب اون فان كونت. اما هوني في تونس حسيت براحه نفسيه وحسيت ب ديجا شو نقول لك، عملنا والله من اول نهار دخلت في الجو وتحس روحك اللي انت اون فامي، ولينا اصحاب على الاخر ولينا كيما الفامي حتى لتوا ان شاء الله. ان شاء الله ديما. ان شاء الله. دنيا اخرى حلت لك ولا باش تحل لك ابواب الدراما والانحياز؟ اون فا فوار، خاطر انا سالوني السؤال هذايا، سالوه لي في امور جديه، قالوا لي جاوكش عروض واحد اخرين؟ قلت لهم لا ما جاتنيش عروض واحده اخرى. المشكله في تونس اللي احنا الانتاج عندنا قليل. ممكن زاد يخافوا من الكاشين تاعك. لا سي با فغي، عاد كانوا خافوا في دنيا اخرى. بالعكس انا بالنسبه لي الفلوس ماهيش في الدرجه الاولى، بالنسبه لي الخدمه هي في الدرجه الاولى، الغول، ليكيب اللي نخدم معاها، البرودكسيون، الفلوس تجي في المرحله الثانيه معناتها. فريمون انا بطبيعتي هكا، حتى في مصر مانيش من النوع اللي متشرطه ياسر في حكايه فلوس، اذا فما نص باهي ودور باهي وفرصه حلوه. في مصر شنو عندك في رمضان؟ لا في رمضان السنه ما عنديش في مصر، عامله ضيفه شرف في زوز مسلسلات نتعدى حلقه ولا حلقتين. ما حبيتش نخدم السنه في مصر خاطر اللي جاني ما عجبنيش، اللي تعرض عليا ما حبيتوش. عندي هدف معين باش نمشي عليه مهما كان الثمن كما يقول، يا يجيني حاجه باهيه يا سي با لا بين. اما قبل رمضان توا في الفتره هذه قاعد يتعدى لي برشا حاجات، عندي زوز افلام سينما، واحد اسمه بنك الحظ وواحد اسمه مش رايحين في داهيه، وعندي زوز مسلسلات، واحد اسمه كابتن انوش وواحد اسمه شك شك شو. دونك خدمت بالكدا قبل رمضان، مش لازم نبدا موجوده العام بطوله.